هذا كذب وافتراء. فهمت من كلام مولانا الدكتور عبد الله النجار وهو استاذي واجله واحترمه ان البخاري لا يجوز نقده. هذا كذب وافتراء. صحيح البخاري حديث رقم 1000 صفحه رقم 11/4/662 كتاب الجهاد باب الأسارة بيقول ايه؟ تفسيرا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال عن أبو هريرة تأتون بالسلاسل في أعناقهم حتى يؤمنوا. طب هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ هذا كذب وافتراء. لما ربنا يقول في القرآن لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وفي آية تانية يقول له فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ثم يأتي البخاري ويقول له إيه؟ يقول له أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بالإكراه. هذا كذب وافتراء. البخاري بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح. طيب وفين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ هذا كذب وافتراء. الولد الإرهابي بتاع مصر الجديدة بتاع لسان الحرية اللي في داعش، القصة الشهيرة اللي حضرتك عارفه، انت عارف الولد مستدل بإيه على قتل الناس وصور رؤوس البشر القاطعة؟ بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وجعل، ده طبعا النبي حاشا أن يكون قد قال ذلك، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. يعني أكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رزقه قائما على إيه؟ على الرمح، يعني الحرب والقتال وسلب الغنائم. هذا كذب وافتراء. ايه رأيك في قتل السحلية؟ هذا كذب وافتراء. وإذا ضربت برص أو سحلية لك بكل ضربة 100 حسنة. هذا كذب وافتراء. تعرف ليه حضرتك؟ عشان البرص الأكبر كان بينفخ نار في النار بتاعت سيدنا إبراهيم فحرقه. طب جد البرص الأول ده في البخاري. تخيل اسمع اسمع سامع يا أستاذ وائل؟ يلا جزاك الله خيرا. أنا قريت في كتاب البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. شوف حصل ولا لا؟ أريد إجابة بالنفي أو الإثبات. الحديث عن السحر كشيء ورد في القرآن الكريم. لا في حديث أن يؤثر السحر في إن لبيد بن الأعصم سحر. أنا لا أوافق على هذا الفهم. حضرتك بتنكر الحديث ده من البخاري؟ لا شوف بتكلم عن الفهم. ده البخاري شرح الحديث لا تريد أن تفهم. لا يا مولانا، يا مولانا الحديث موجود ولا مش موجود؟ أنت عقلك على بعض. احنا مش هنخلص من شغل حورين يا كيك يا مرسي. هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ هل هذه القضية كل من ضرب سحلية كل ضربة بحسنة؟ هذا كذب وافتراء. انت موافق على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحور؟ موافق على حديث ارضاع الكبير اللي في البخاري؟ هذا كذب وافتراء. كتاب الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع باب الطهارة صفحة 72 في الازهر الشريف الفقه الشافعي الفرقة الثالثة باب الطهارة يجوز الاستنجاء بالتوراة والانجيل. الازهر والاوقاف الكتاب موجود. لا الكتاب عندي. لا الكتاب عندي. لا الكتاب عندي. لا هل الكتاب موجود في المناهج الازهرية؟ موجود. شوف حضرتك يا مولانا موجود. ما تقاطعنيش ولا ما تقاطعنيش. انا لو ولكن قاطعت يستعمل ويستخدم في اي قضية تأتي بربح. الخلافة الإسلامية مفيش حاجة فريضة دينية اسمها الخلافة، لأن لو كان في فريضة دينية اسمها الخلافة فلماذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في انتقال السلطة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبو بكر؟ هذا كذب وافتراء. الشهادة إذا أردت أن تتعلم فلا بد أن تقتنع. القصد يعني لا تجادل ولا تناقش يا علي، فهذا أمر خطير. أنت أميرنا ولك علينا السمع والطاعة. بارك الله فيك يا علي. أنا أريد أن أنقي الإسلام مما فيه من خرافات حتى لا يلحد أحد وحتى لا يتطرف أحد. أنت مش عاوز تفهم، أنت عاوز أنت مأجور يا ابني. بقول لك أنت كنت معتصم صحيح عشان 100 جنيه علاوة خدتهم ولا لا؟ عيب السوقية في الكلام. بتوجه إليكم جميعا بالشكر.